يا صباح الفل، صباح يوم جديد وبداية جديدة بإذن الله، كلها أمل وفرح وجبر خواطر من عند ربنا. ازيكم عاملين ايه؟ انتوا بتشوفونا في قناة يوميات ماما وعبودي. النهاردة جايين لكم بقى بفيديو جديد. عندنا بقى كرنباية حلوة كده، هنسلق شوية كرنب في الشتوية الحلوة دي. وعندنا ضيوف بلدي جاية من الصعيد، ربنا يبارك لنا في اللي بعتهم يا رب ويبارك له في أولاده. ومعانا الحلة دي عشان هنرص فيها المحشي، ومعانا الكوسة ومعانا الفلفل، وطبعا الليمون ده علشان نغسل بيه الفراخ في منقوع الفراخ. وهنا بنجهز بقى الخلطة بتاعت الديك البلدي. هنعمل ايه؟ دول 3 معالق سمنة مع حبة رز صغيرين جدا، ما نكترش الرز علشان يبقى مفلفل، وعشان الضيوف زي الحمام علشان الرز كمان يا جماعة بيزيد وينفش، فاحنا لازم نزود المادة الدهنية عشان يبقى مفلفل وحلو. هنحط ايه؟ هنحط ملح وفلفل اسود وبابريكا وشوية 7 بهارات وكزبرة ناشفة ونص معلقة توم. ودي الشوربة اللي هننزله فيها، حطينا فيها جزرايه ولورا وحبهان وفلفل اسود وبصل وسنة توم علشان الزفارة. ودي لحمة متشوحة عشان المحشي، عشان هنرص عليها المحشي. ماما اديتها بس تشويحة وصدمة لان هي متقطعة زي الشاورما عشان ما تبقاش زفرة كده وتدمم في الاكل. دي واخدة تشويحة بالملح والفلفل وبالتوابل بتاعتها اللي هي ال7 بهارات بتاعت اللحمة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما ننساش الكمون، اهم حاجة في الخلطة بتاعت الديك. رشة الكمون دي بتديله نكهة تحفة وجميلة، وال7 بهارات دي اساسي معروفة معانا في اي حشوة. هنخلص بقى باقي الخلطة واوريكم هنعمل ايه. من فات قديمه تاه، مفيش احلى من اللمة على الطبلية. واي حاجة بنعملها كنا زمان على الطبلية، ما كانش فيه سفرة ولا ترابيزات ولا الكلام ده. احنا ماما الحمد لله لغاية دلوقتي لسه معودانا على الطبلية، نقعد نعمل الاكل عليها، نخلص اي حاجة عليها، كعك وبسكوت في العيد، لف المحشي اساسي ده طبعا على الطبلية. زي ما انتوا شايفين حطينا طبليتنا اهي، وحطينا خلطة اللحمة اللي احنا مقطعينها زي الشاورما كده مع البصل وتوم وطماطم والبابريكا وال7 بهارات علشان نرص عليها المحشي. وادي الكرنب اتسلق وظبطناه، والتسبيكة بالخلطة هنحط عليها بس الرز دلوقتي ونديله تقليبة معاها عشان نبدأ نلف. والكوسة كله خلاص كده، والفراخ اهي بنحشيها. بصوا عشان تبقوا ماشيين معانا خطوه بخطوه. اهم حاجه في تريكات كده في الفراخ البلدي زيها زي الحمام، ما تكتريش الحشو فيها علشان تستوي بسرعه اول حاجه، وتاني حاجه الحشو ما يطلعش ويبهدلك الشوربه، عشان لو عايزه تاخدي ايه شويه شوربه حلوين تحتيها. وتعملوا لايك. سمعتوا؟ تعملوا لعبودي لايك. هلف المحشي اهو زي ما ماما بتقول لكم، وهنرجع لكم. متنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم، ربنا يبارك في ولادنا وولادكم يا رب، ويجعل الخير في بيوتنا وبيوتكم. هنخلص ونرجع لكم على طول اول ما نخلص. التركايه التانية طبعا اللي نسيت اقول لكم عليها، تكتيفه الفرخه زي ما انتوا شايفين كده علشان الرز ما يطلعش. واهم حاجه تدي الرز تشويحه مع البهارات. بصوا دي زيها زي الحمام كده، حاجة بسيطة وصغيرة بس لازم تظبطيها وتقفليها حلو. واهم حاجة تقولي للفرارجي اللي هينضفها لك يخلي باله ما يفتحش عند الرقبة علشان ما يطلعش منها الرز. ده رز خلطة زي ما قلت لكم في اول الفيديو، تدي الرز تشويحة كده بسيطة لما يدي لون ذهبي مع البهارات والبصلة والثوم، وتديله شقشاق مية صغير يطرى بس الرز. هخلص وارجع لكم على طول. دي وصفتنا كده خلصت، واحلى حله ألمونيا من حلل تيتا القديمه اهي. هناكل احلى حله محشي. بصوا ادي اللحمه، شرايح اللحمه بصوا طالعه دايبه دوب. طبعا احنا عملنا حلتين علشان حله بشطه وحله من غير شطه، عشان في اطفال الاستاذ عبودي ولولو ما بيقدروش ياكلوا بالشطه. على شرايح اللحمه اللي مقطعينها شرايح زي الشاورما دايبه دوب. وادي الديك البلدي اهو مع احلى صينيه كوسه
والفلفل والبتنجان ما وريتهولكش عملناه في الاخر. طبعا دي لسه هتخش تحت الشوايه، الديك البلدي هيخش يتشوى. ربنا يبارك في اللي بعت لنا الحاجه ويديهم الصحه يا رب. دي زياره كانت جايه لنا من الصعيد، ربنا يخلي لكم حبايبكم واهلكم. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم نصرا عزيز مقتدر. وتعملوا لنا ايه؟ لايك لايك لايك، وتصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي جاي لا عادي عادي، ده عادي، ده بيحصل. كسرت النيش. النيش. تدعوا لنا ان شاء الله دعوه حلوه من قلوبكم، واللي جاي خير كله باذن الله. والختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.